يلا بينا كده بسرعة نعمل صوص الكراميل عشان هنحتاجه في الوصفة الجاية، وكتير مننا كمان بيحتاجوا في وصفات الحلويات. معانا هنا طاسة على النار بننزل فيها بكوباية سكر، وياريت يكون سكر أبيض عشان ما يغمقش مننا الصوص. بنفرد السكر زي ما انتوا شايفين كده، والأداة اللي احنا بنقلب بيها ياريت تكون خشب أو بلاستيك. أنا مستعملة هنا سباتيولا بلاستيك علشان خاطر المعدن بيمسك فيه الصوص وبيكلكع معاكي كمان. زي ما انتوا شايفين كده انا موطيه النار خالص عشان ما يغمقش معانا الصوص. وده شكله يا جماعة بعد ما السكر دايب كله. اي تكتلات سكر لسه موجودة بنضغط عليها بالسباتولا بتفك معانا على طول. هنا بعد ما السكر اتكرمل معانا بننزل بمكعب من الزبدة، وهنبدأ نقلب فيه كده لحد ما الزبدة كلها تختفي ويبدأ الخليط يهدى معانا. هو عموما صوص بنحتاجه في وصفات كتير للحلويات، مش مقتصر بس على الوصفة اللي انا هعملها الجاية، بس هو عموما هو مكون اساسي في الوصفة اللي جاية معانا. لما الزبدة اختفت معانا تماما كده هنجيب كوباية من اللبن الدافي وبننزل بيها على السكر. ما تقلقيش هتلاقيه اتكتل تاني معاكي. افضلي قلبي فيه بالسباتولا او ممكن بمضرب يدوي، هتفضلي تقلبي لحد ما يفك معاكي ويبقى بالشكل ده. وده شكله يا جماعة بعد ما نزلناه من على النار وحطيناه في الطبق. بعد نص ساعة بقى هيبدأ يتماسك معانا بالشكل ده. لو عجبتكم الوصفة ياريت تدوسوا اشتراك في القناة ولايك للوصفة وبالهنا.